بما انه عم نحكي عن الامن، بس بحب طمنكم المخطوف السعودي تمكنت مديرية المخابرات من تحريره وتوقيف عدد من الخاطفين. هل يصبح لبنان دولة نفطية؟ كان السؤال يطرح همسا، لأن كل الظروف المحلية والإقليمية والدولية لم تكن عاملا مسهلا للتوقعات أو حتى عقد الآمال على استخراج النفط من مياهنا بما ينقذ اقتصادنا الوطني وينتشله من أزماته المتتالية. أما اليوم وبعد سلسلة استحقاقات مفصلية انعكست إيجابا على لبنان، من بينها إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الذي فتح مسار التنقيب عن النفط في مياهنا الإقليمية، عاد السؤال يطرح علنا مع كل الآمال والتوقعات باستخراج النفط، لأن الاستعدادات لعملية الحفر تسير بسرعة وجدية. ورغم أن هذا المسار قد يستغرق سنوات للوصول إلى النتائج المرجوة، إلا أن الخطوات المنجزة تعتبر مهمة وأساسية على أن يصار إلى إدارة هذا الملف واستثماره بالشفافية المطلقة وفق ما يخدم المصلحة الوطنية العامة، لأن هذه الثروة ملك لجميع اللبنانيين الذين يتوقون إلى استعادة ثقتهم بدولتهم ووطنهم. أيها الحضور الكريم، انطلاقا من هذا الواقع المستجد وفي ظل التحديات الراهنة الناجمة عن التعقيدات السياسية والاجتماعية والمالية، لابد من مواكبة هذا الاستحقاق وتوفير كل مقومات النجاح له، وبخاصة الأمنية منها، وهو الشق الذي يعنينا كمؤسسة عسكرية، خصوصا وأن الجيش هو الجهة الوحيدة والرئيسية المكلفة مراقبة المياه البحرية اللبنانية وحمايتها. نعد بوضع كل جهودنا وقدراتنا وإمكاناتنا وجهوزياتنا بتصرف هذا القطاع للوصول إلى النتائج المرجوة التي يعول عليها جميع اللبنانيين، على أمل أن تستقيم المؤسسات الرسمية وينتظم الوضع السياسي لإدارة هذا القطاع بحكمة وشفافية. فالأمن عامل أساسي في النمو الاقتصادي، وهو مهمتنا الرئيسية بانتظار تولي الجهات المعنية مسؤولياتها هي أيضا. نأمل لهذا المؤتمر التوصل إلى وضع تصور لخطة وطنية موحدة تهدف إلى مواكبة هذا الاستحقاق وتوفير كل الدعم له، وبخاصة الأمني، مما يسمح للجهات المعنية والشركات المنقبة بالعمل ضمن جو أمني مستقر، ويساهم بتعزيز الثقة بنا كجهة قادرة على حماية هذا القطاع الوطني الحيوي ودعمه، عسى أن يكون بارقة أمل في ظل ما نعيشه اليوم، ويحقق لأجيال المستقبل طموحاتهم وأحلامهم في وطن يستحق منا التضحية والنضال والترفع عن الأنانية والمصلحة الشخصية من أجل بقائه، لا بل إنقاذه من أزماته وإعادته إلى موقعه الطبيعي ودوره الريادي، وصولا إلى استعادة الثقة به محليا ودوليا.